الله أكبر الله أكبر الله أكبر. لا إله إلا الله. الله أكبر الله أكبر. السلام عليكم، ازيكم يا حبايبي؟ عاملين ايه؟ كل سنه وانتم طيبين. هنعمل النهارده ان شاء الله الغريبه. هعمل 2 كيلو دقيق. نوع الدقيق بتاعي دوبيلا للكحك والبسكوت، ولو ما فيش متوفر ممكن يبقى لجميع الاغراض. عندي سمنه روابي. انا جبتها بطعم القشطه، اول مره اشوفها بطعم القشطه يعني. مطلوب ان انا احط على 2 كيلو دقيق دولت 1200 جرام من السمنه، سمنه روابي 700 جرام، ودول 500 جرام من السمنه البلدي البقري. وعندي سكر بودر، الكيس ده 400 جرام، المفروض احط 600، فانا جبت الكيس 400 جرام، والكوبايه دي عامله 200 جرام، يبقى الاتنين مع بعض 600 جرام. اللي عايز يعمل كيلو دي ممكن يقسم المكونات دي. وطبعا مضرب البيض هو العنصر الاساسي في الموضوع، لان ما عنديش عجان. العجان افضل طبعا. انا حطيت الدقيق بتاعي وهنزل عليه بالسكر البودر. في كل المعجنات بنضرب الأول السمنة مع السكر أو الزبدة مع السكر لحد ما اللون يفتح وتبقى كريمي. لكن المرة دي أنا هبدأ بالدقيق والسكر مع بعض، هقلبهم بالمعلقة كويس جدا جدا جدا. الغريبة من أسهل المعجنات أو المخبوزات بتاعة العيد، لأنها عبارة عن 3 مكونات بس: الدقيق والسمنة والسكر. لا بيكنج باودر ولا فانيليا ولا بيض ولا لبن ولا أي ريحة أي حاجة منهم، ولا الكلام ده كله. فانا قلبت السكر البودر مع الدقيق بتاعي كويس جدا جدا جدا، وبعدين بدأت انزل بالسمنة كلها، يعني هنزل بالكمية كلها مرة واحدة. السمنة بدرجة حرارة الغرفة، يعني نلاحظ ان السمنة دي سايحة لان انا كنت مطلعاها من الصبح. السمنة التانية كنت لسه مطلعاها من التلاجة قبل ما اشتغل على طول، حطيتها في الميكروويف دقيقتين فكت، وبدأت ان انا انزل بيها. دي سمنة بلدي بقري، كنت جايباها عشان المعجنات. ما كنتش اعرف انها بقري، يعني كنت جايباها اونلاين. المهم جبت سمنة تانية بلدي جاموسي وعنتها للكحك ان شاء الله، وقلت استعمل البقري دي في الغريبة. دي سمنة روابي بعد ما فكفكتها في الميكروويف. هيتبقى هنا جزء جامد شوية، هدخلها الميكروويف اقل من نص دقيقة. هبدأ ان انا اخلط المكونات. الطبق الغويط ده اللي انا بعمل فيه قليل او صغير على الكميه. انا عملت فيه البسكوت معاكم كان الدقيق كيلو ونص، فكان اخد الكميه كويس جدا، لكن عشان الدقيق المره دي 2 كيلو فما اخدش الكميه. جبت بقى حله وقمت حاطه فيها المكونات بتاعتي. خلطت الاول 4 دقايق، شوفوا العجينه شكلها حلو ازاي. ده بعد 4 دقايق من الضرب على درجه 2 من مضرب البيض. هبدأ ان انا اضرب بعد كده 7 او 8 دقايق متواصلين، لان العجينه كده لسه ما وصلتش لمرحله انها غريبه. بعد ما ضربتها 7 او 8 دقايق الملمس غريبه، الشكل غريبه. كورتها ووريتها لكم اهي، ما شققتش، تمام جدا، روعه بصراحه. فخلاص انا كده خلصت. انا كمان كنت عملت بايدي فتره. آه، الطبيعي ان انا ابدا ارص الصواني بتاعتي او السجان وادخلها على الفرن. انا بدات اولع الفرن قبلها ب10 دقايق، فانا قلت اجرب في 3 4 وحدات اشوف فرشت او نفشت ولا لا، وانا متاكده انها مش هتفرش، لان المكونات مظبوطه ما هياش زياده، يعني مفيش حاجه فيهم زياده علشان تنفش او تفرش. فبدات احط هنا 3 4 وحدات، كورتهم وقمت عامله بصبعي، نزلت تكه صغيره كده. انا ما حطيتش عليها اي مكسرات، عندي المكسرات بس هبقى احطها في العيد ان شاء الله في ضيافه العيد، ما رضيتش ان انا احطها على الغريبه. هدخلها بقى الفرن واشوف النتيجه ايه. انا بدات ارص السجان بتاعتي من قبل ما الصينيه تطلع من الفرن، لان انا متاكده ان شاء الله ان شاء الله الدنيا تمام ومش هتفرش ولا حاجه. انا حطاها عشان اوريكم بس ان اللي هيعمل اول مره لازم يعمل اختبار قبل ما يشتغل. طيب لو فرشت معاكم تعملوا ايه؟ تزودوا الدقيق شويه بشويه لحد ما الدنيا تظبط. انا بدات ارص السجان اهي، والصينيه اللي فيها
كام واحده اختبرهم لسه في الفرن زي ما هي. الاضاءه مش تمام قوي هنا، معلش. ايوه طلعت اهو. شوفوا انا عملت من قد ايه من الصاج، ولسه بادئه اطلع الصينيه اهي. هبدا اطلعها. تمام جدا. المفروض هي ما تاخدش لون من تحت زي ما هو واضح كده، لا لون من تحت ولا لون من فوق. وقطمتها. جميله جدا 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 ومظبوطه، وباين فيها طعم السمنه البلدي طبعا. ما بتلكمش في البق، ما فيش حاجه بتلزق في الخدود او السنان او سقف الحلق زي ما بنشوف في الغريبه. جميله جدا. انا خلصت صاج اهو، وهبدا ان انا ادخله على الفرن. دي النتيجه النهائيه. ايه رايكم؟ يلا عقبال ان شاء الله ما اشوفكم في الفيديوهات الجايه مع كحك الملبن وكحك العجوه والبيتي فور. كل سنه وانتم طيبين.